هنتكلم النهاردة عن الكتابة والتعبير والإنشاء، وإيه هي عناصر الموضوع: مقدمة، صلب الموضوع، الخاتمة، والليلة الكبيرة دي يعني، وإزاي تفكر في الموضوع وتبدأ تتكلم عنه حتى لو أنت شايف من منظورك دلوقتي إن هو مفيش أي حاجة ممكن تتكلم عنها فيها، حاجات بسيطة يعني. لكن لما تتابع الحلقة دي للآخر بإذن الله منظورك هيتغير تماما، وده وعد مني. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بص يا سيدي، لو جيت مثلا طلبت منك تكتب موضوع تعبير أو إنشاء عن باب الغرفة الذي أنت فيها الآن، ماذا تكتب فيه؟ مالك كده بس استغربت ليه؟ مش لاقي كلام؟ ممكن طبيعي يعني أنت هتقول إيه يعني عن الباب؟ ممكن لو بدأت تفكر شوية تقول لي ده حتة خشبة بتتقفل وبتتفتح كده. طب ما الموضوع فيها هو ممكن نفكر فيها شوية. فكر تاني، هتقول لي حتة خشبة بتتفتح وتتقفل وبناخد عليها مثال على أي قاعدة بيتزنقوا فيها في الإنجليزي: open the door, close the door، وإلى آخره. خلاص أمزح معك يا صديقي. المهم بجد فكر معايا، وقف الفيديو دلوقتي وبص للباب وفكر ممكن تكتب عنه إيه. بص له بتأمل كده. السؤال ده سأله لي مدرس من أجمل المدرسين اللي عدوا عليا في مسيرتي التعليمية ومن أحبهم لقلبي يعني، رغم إن هو ما دخلناش غير حصص معدودة جدا، كانت تبقى مثلا حصة احتياطي أو حاجة، ما كانش أساسي عندنا احنا. وهو أستاذنا أستاذ أحمد بسطاوي. ازي حضرتك يا أستاذنا؟ إن شاء الله تكون بخير. معلش بقى أحكي لهم إزاي دخلت علينا الفصل والسيناريو اللي حصل، بس بعد ما أسيبهم يفكروا شوية. تعالى لي أنت بقى. فكرت؟ طيب وصلت لإيه؟ أنا عارف والله إن المثال قد يبدو مستفز شوية، بس معلش سامحني. المثال المستفز ده هيخلي الموضوع يترسخ أكتر في دماغك وفي ذاكرتك، عمرك ما تقدر تنساه ابدا. ويا سلام بقى لو تفتكرني وانت قاعد في امتحان الانشاء، اللي هو بالمناسبه هو التعبير يعني، بس هو انا عشان راجل ازهري وكانوا بيعلمونا ان هو اسمه فن الانشاء وعلم الانشاء وهكذا. خلاص تعالى مش تواك، خلينا نركز هنا. انا عذرك لو ما قدرتش تفكر في اي حاجه خالص على موضوع الباب ده. طيب سيبك من الباب، اركنه على جنب دلوقتي، هنرجع له بعد شويه. تعالى فكر معي كده في موضوع التعبير الاكثر شهرة على الاطلاق في مصر في امتحانات الابتدائيه خصوصا. ايوه اوعى تقول هو حديقه الحيوانات. تحدث عن رحله الى حديقه الحيوانات. ساعات يقول لك مع اهلك، اقاربك، اصدقائك، او ايا كان يعني. فانت طبعا عشان عارف حديقه الحيوانات فيها كام حيوان بقى، فتروح فارد ظهرك كده وتروح ممدد ومطرقع صابعك وتفتح دبيسة القلم وتخش في الموضوع على طول. تقول لهم ذهبت إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي يوم الأربعاء. بالمناسبة هي تنفع التلاتة، فتح وضم وكسر، أربعاء. حبايب قلبي الثانوية الأزهرية يشرفوني تحت في التعليقات، مروق عليك أهو. وتقعد تحكي وشفنا الغزالة وشفنا الأسد وشفنا الفيل الكبير وشفنا الزرافة الطويلة وإلخ. مش كده؟ غلط يا صديقي. فين كده المقدمة يا غالي؟ ما هو لو كان صح ليه 99% من الناس مش بتقفل في التعبير؟ حتى لو حالين الأسئلة المقالية صح وحافظينها عن ظهر قلب. وعارف انت الناس اللي بتروح تحفظ استنباط مقدمة لموضوع تعبير ايا كان عنوانه، يقعد يحفظ فيها كده، يحطها في كل المواضيع، يقول لك يسعدني ويشرفني ان اكتب عن الموضوع الفلاني العلاني، ويقعد يهري شوية كده كتير في الحتة دي ويكبر خطه عشان يملى سطور كتيرة ويعدي صفحات يعني معينة، وشقلب وقلب وخلاص عشان يخلص التعبير. هو مش فاهم حاجة اصلا. وبعد ما يحط شوية البلا بلا بلا دولت في الصفح ولا السطور دي، كمل له صفحة ولا صفحة ونص ويقول لك بس خلاص انا عملت اللي عليا. الناس دي انا نفسي الفيديو ده يوصل لهم بجد عشان بيصعبوا عليا والله. فيا رب الفيديو ده يوصل لهم كلهم، وما تنساش تبعته على جروب الدفعة عندك، وانت عارف زمايلك كل واحد فيهم يعني. المهم، ولو انت واحد من الناس دي ما تقلقش، كمل معايا الفيديو وان شاء الله هننهي الموضوع ده النهارده. هتقول لي طب احنا دلوقتي فهمنا من كلامك ان الاسلوب ده مش صحيح، ايه الصح بقى؟ ايوه كده تعجبني وانت مصحصح. خد ود ايوه كده معايا في الكلام، مش عايزك تمل وتنام مني. ايه الصح؟ تعالى بقى نرجع لاستاذ احمد والسيناريو اللي حصل معاه. دخل علينا الاستاذ وانا مش فاكر اذا كانت حصه انشا فعلا او كانت حصه احتياطي، هو دخل لنا شفقه عشان ياخد فينا ثواب. المهم قعد يكلمنا عن الانشاء وانه حاجه مفيده ومهمه جدا جدا، وهنحتاجها كل واحد فينا في مجاله وبعد كده كتير ايا كان. حتى عشان ابسط الحاجات، لو انت هتبعت ايميل للمدير بتاعك في الشغل او يبعت طلب لاي جهه رسميه، فبيبقى فيه حاجات واركان اساسيه عشان الحاجات الرسميه دي. فانت مش هتروح تخاطب مثلا وزاره او ايا كان زي ما هتكلم واحد صاحبك،
مش منطقي يعني. وانا هنا مش جاي اقول لك على الحاجات دي كلها عشان انت مش ناقص صداع وانا مش ناقص صداع، بس هديك الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها فعلا كطالب، او حتى لو حبيت تكتب بعد كده مقالات او غيره ان شاء الله هتحتاجها كتير، وهتعمق فيها شويه واضرب لك امثله عليها واحفرها في ذاكرتك باذن الله، بشرط انك تركز معايا وتديني تركيزك كله. فبعد ما دخل الاستاذ قعد ينكش فينا كده، وهو عارف ان اغلبنا بنسبه اكتر من 95% تعبان من التعبير وما بيعرفش يكتب اصلا، وقعد يتناقش كده وفتح النقاش للجميع. حتى افتكر كده ساعتها قعد على الكرسي وراح حاطط رجل على رجل، بعدين قال لنا مين يعرف يعمل موضوع تعبير عن باب الفصل ده، شاور لنا على باب الفصل، وما ادراك ما باب الفصل ساعتها. طبعا كلنا استغربنا زيك بالظبط، وبصينا الباب بقى كده بصة استغراب، واللي هو انت مين انت يعني يا حتة باب عشان اكتب عنك موضوع تعبير كامل وكمان انت تبقى البطل فيه. وافتكرنا لحظات لما حد يجي يتراوش ان هو داخل الفصل ولا حاجة، يروح مدي الباب الرزعة المتينة برجله، وسابنا 5 دقايق تقريبا كده نفكر كأننا في امتحان، وقعد بقى يسمع. ها حد فكر في حاجة؟ والاخر لما لقينا عطلانين قال لنا ايه اول حاجة بتيجي في بالك لما بتيجي سيرة الباب او كلمة باب، او ايه اللي كان هيحصل لو مفيش حاجة اسمها باب؟ طبعا مش هزر بقى واقول هنشيل المثال بتاع الانجليزي بتاع open the door و close the door ده. يا عم بهزر في ايه، تعالى بس خد. المهم الشباب بدأ بقى يتفاعل مع السؤال ده، اللي هو الباب بيعبر عن ايه بالنسبة لك؟ واحد قال له الستر، قال له جميل، وايه كمان؟ واحد تاني قال له العزل، انك تعزل مكان عن مكان تاني، قال له حلو، وايه كمان؟ فقعد كل واحد يقول اللي في باله ويقول اللي في رايه، وبالاخر جه دور العبد لله، رحت قايل له الشجر والخشب، فلقيت الاستاذ انتبه جامد وشاور عليا وقال هو ده اللي انا مستنيه، هو ده اللي انا عايزه. طبعا كانت فرحتي لا توصف لما فهمت قصده قبل ما يبدأ يشرح لنا احد اكبر الاسرار ان لم يكن اكبرها في مجال الكتابة والبحث، وهي السر اللي انا جاي اقوله لك في الفيديو ده. السر في انك تجيب الحاجة اللي انت تتكلم عليها وتتكلم عن اصلها، تجيب اصلها من الاول خالص، يعني تبدأ من الجذور وتمشي واحدة واحدة بتسلسل منطقي لغاية ما توصل للحالة الحالية، ممكن ما بعدها كمان ايه التحسينات اللي ممكن تتحط عليها. يعني مثلا موضوع الباب ده لما تيجي تتكلم عنه هتتكلم عن ايه؟ فطبعا هنحتاج مقدمة، وبالمناسبة احنا لما بنيجي نكتب المقدمة مش بنكتب كده فوقيها بالفونت العريض مقدمة، وكمان لما نيجي نكتب جسم الموضوع او صلب الموضوع مش بنكتب فوقيه برضو. يعني كل اللي عليك لما تيجي تكتب اول السطر هتزحزح ايدك كده تسيب مسافة بتاع سنتي ونص ولا حاجة، ده كده في اول جملة في كل فقرة. يعني ديت مثلا فقرة المقدمة، وبعدين بيبقى العناصر بقى بتاعتك، كل عنصر مثلا تعمل له فقره جوه المقال الكبير بتاعك ده اللي هو موضوع التعبير اللي هو المقال. في الاخر بعد ما بتخلص المقدمه تحط نقطه، تسيب سطر في النص فاضي، وبعدين تبدا سطر جديد اللي هو انت بقى هتبدا تتكلم عن صلب الموضوع. هتسيب برضو المسافه بتاعت اول السطر اللي احنا عارفينها، ما تقعدش تقيس ولا حاجه، انت حط صباعك كده على اول السطر، شوف صباعك هينتهي فين وابدا من بعديه، ريح دماغك. يعني الموضوع مش حوار، المهم تسيب اي مسافه تبان ان هي مسافه متساويه حتى لو صغيره خالص، بتفرق قوي. وهتبدا وليكن مثلا في اول عنصر، بعد ما تخلص العنصر ده بتعمل ايه؟ نقطه من اول السطر، لو عايز تسيب سطر برضو سيب عادي. تبدا بقى تتكلم في النقطه الجديده او العنصر الجديد، وهتسيب برضو من المسافه اللي احنا عارفينها في اول السطر، وهكذا يعني. وهقول لك على حاجه برضو خليها في سرك، حاول تتخيل ابعاد الموضوع اللي هتتكلم فيه قبل ما تبدا، وحاول برضو تكتب العناصر اللي هتتكلم عنها قبل ما تبدا عشان يبقى ليك رؤية واضحة وانت عارف انت هتتكلم عن ايه. طيب فلنفترض ان انت دلوقتي في امتحان ومعرفتش تفكر او ما قدرتش تفكر وما عندكش وقت ولازم تكتب حتى اي حاجة تعمل الموضوع عشان الوقت هيروح عليك في أسوأ الحالات. يعني خلاص يبقى هتبدأ تسيب مساحة للعناصر اللي انت هتكتبها. هتكتب مثلا عناصر الموضوع 1 2 3 4 5 6 ايا كان بقى العدد بتاعهم في البداية قبل ما تبدأ أصلا المقدمة، وديت بيبقى عليها درجات في الغالب، يعني أعتقد اللي أنا أعرفه إن هي بيبقى عليها درجات. وبعدين سيب الموضوع ياخد مجراه عادي جدا، واكتب المقدمة والخاتمة والموضوع وكل حاجة. بعدين بعد ما تخلص بقى ابدأ حلل اللي انت كتبته ده، انت اتكلمت عن 1 2 3 4، ابدأ خد العناوين اللي انت اتكلمت عنها ديت وروح حطها في العنصر الاول العنصر الثاني 1 2 3 وهكذا. بالمناسبه العناصر دي اللي هي عامله زي الفهرس بتاع الكتب او المراجع وهكذا، يعني اللي لو عملت موضوع كبير هتحتاج ان انت تنظمه عشان اللي بيقرأ دوت يبقى عارف هو بيقرأ ايه وترتيبه ايه، ولو عايز يرجع لحاجة معينة بعينها يعرف يرجع لها بسهولة ما يتوهش في النص. طيب انت ما قلتليش يعني هكتب ايه برضه في المقدمة؟ والله بقى اكيد الباب ده ما عملهوش من الباب للطاق كده، يعني ايه ده؟
تصدق حلو. اكيد كان في سبب، في احتياج للباب ده. ايه الاحتياج بتاعه؟ هترجع بقى ورا حبتين 3 4 كده، يعني سكة 4 5000 سنة، او من قبل تسجيل التاريخ اصلا. تحس ان الانسان القديم كان معرض لانواع كتيرة جدا من الوحوش، سواء بقى اللي نعرفها او ما نعرفهاش. كان بيلجأ ان هو لازم يعمل حاجز بينه وبين الوحوش دي عشان يعرف يعيش ويعرف ينام طبيعي يعني. المهم ان هو يحس بالامان. او تتكلم عن الانسان المصري القديم ومعاناته مع لصوص الاثار او المقابر، وكانوا محتاجين حاجة تحجز او تخفي الكنز بتاع الملك عشان اللصوص ما يعرفوش يوصلوا له. فواحدة واحدة بدأت ابتكار الابواب وتطوير فيها، وبعدين بقى تخش في صلب الموضوع او جسم الموضوع. بعد قلت ان الباب شيء ضروري جدا لا يمكن الاستغناء عنه وهكذا يعني. وتقعد تكتب شويه كتار، بس ممكن انزل لكم برضو موضوع كامل باذن الله، عناصر بالمقدمه بصلب الموضوع نفسه بالخاتمه، ترتيب الافكار فيه ان شاء الله. لو انتوا عايزين دوت اكتبوا لي تحت في التعليقات. فانت لما تخش في صلب الموضوع ممكن تتكلم الاول عن انواع الابواب. اصلا في ابواب خشبيه، في ابواب حديديه، في ابواب مصفحه، وتروح راجع بقى للشجر وانواع الشجر والخشب اللي بيتعمل منه الابواب والموبيليا والكلام دوت، وايه الخشب الرديء وايه الخشب المتين. بعدين تتكلم عن مصانع الخشب والعمليات اللي بتحصل على الخشب من تنظيف وتقطيع، سواء كانت عمالة يدوية او بالمكن. في الغالب بقى دلوقتي خلاص يعتبر كله مميكن يعتبر. وازاي بيساوي لوح الخشب بسمك معين، وازاي يفرد منها شريحة طويلة. بعدين الشرايح الطويلة دي بيتعمل لها عمليات تقطيع، وهو بيعدي على كذا محطة، وكل محطة بتكون في مكان مختلف. يعني أول محطة الزراعة بتبقى مزروعة مثلا في مكان ما في غابة وليكن. بعدين المحطة التانية اللي هي إيه، مصانع الأخشاب، اللي هو بيستلم الشجرة ويقطعها بمقاسات معينة هي كجذع كبير، ويبدأ يفرد منها بقى وينظف فيها. بعدين بيسحب الرولات أو المقاسات الكبيرة ديت مصانع تانية، المصانع ديت بتبدأ تقطعها وهكذا وتبعت للورش. ففي بروسيس أو عمليات كتيرة تحصل في الخلفية. في الآخر لما بتوصل الورش بتتقطع بقى القطع الصغيرة اللي احنا عارفينها، سواء بقى يتعمل منها مكتب، سواء يتعمل منها ترابيزة، دولاب، كرسي، مقبض، حتى لو لحد حاجات قد كده. فمن شجرة كبيرة لحد حاجة قد كده مثلا يزنق بيها نشارة لحد النشارة. ويبتدي النجار يجمع في القطعة ديت عشان يكون بيها منتج معين، سواء كان باب أو دولاب أو غيره. وهكذا أيضا مع الأبواب الحديدية. تبدأ بقى الحديد دوت أصلا مصدره مش الأرض، إن الحديد دوت كان مصدره كان نازل من السماء على هيئة نيزك. الكلام دوت مكتشفينه من قريب، لأن هو نازل برضه في القرآن من أكتر من 1400 سنة. ربنا بيقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا يعني هو ما كانش أصلا في الأرض، ربنا أنزله. وهتتكلم كمان عن باب المصفح لو عندك خلفية عنه. فأنا بديك كل دي رؤوس عناوين، وأنت هتكتب تحتها كل واحدة هتكتب بقى تحتها صفحات مش صفحة واحدة. رؤوس العناوين دي اللي هي أصلا تختصر كل جزء منها تحت اسم معين، وبتتكتب في الصفحة الأولى باسم إيه. أيوه العناصر. الله يبارك لك، ريحت قلبي. شفت بقى الدنيا صغيرة إزاي؟ وبعد ما تخلص صلب الموضوع وتقول كل اللي في نفسك، كل اللي أنت عايز تقوله، تروح حاطط نقطة، تسيب سطر، والسطر اللي بعده تسيب فيه المسافة المعروفة بتاعتنا، وتكتب بقى الخاتمة اللي هتلخص كل حاجة قلناها باختصار شديد جدا. دلوقتي هقول لك على تاني أكبر سر في موضوع الكتابة والبحث ده. حاول وبشدة اهتمامك الأكبر يكون على المقدمة والخاتمة. طلعهم بأفضل طريقة ممكنة، بحيث لو حد قرأ المقدمة والخاتمة بس ممكن تغنيه عن أغلب التفاصيل الموجودة في صلب الموضوع. والخاتمة مش لازم تكون صغيرة أوي، مش لازم تكون كبيرة أوي برضو، تكون حاجة كده وسط، حاجة حلوة يعني، مثلا حوالي ربع صفحة إلى نص صفحة. ممكن نديك مثال بسيط بس كده صغير، طبعا مش الخاتمة كلها، ممكن تكمل عليها، بس هو إيه كمثال يعني للتوضيح. وفي الختام نكون قد تعرفنا على أهمية الباب واستخداماته وأنواعه وطرق تصنيع كل نوع والعمليات التي تتم على كل نوع لكي يصل إلى شكله النهائي المعروف. حاجة تانية افتكرتها دلوقتي، وهي إن الكتاب زمان العلماء لما كان بيكتب مثلا كتاب أو حاجة كان بيكتب صلب الموضوع وبيقول كل اللي نفسه فيه، بعدين بيكتب المقدمة بيهندلها، عشان زي ما بقول لك كده لو هتقرأ الخاتمة والمقدمة أغنيتك عن قراءة أغلب الكتاب تفاصيل أكتر. وبس هو ما فيهوش تناقض ولا حاجة. أنا بقول لك في البداية حاول إن أنت تحدد حاجة معينة عشان كأفكار مبدئية، يعني أكيد هي مش هتبقى كل حاجة، كأفكار مبدئية تقدر تكتب فيها. وبعدين لما تلاقي القلم ماشي معاك ومكمل، الحاجات الزيادة اللي أنت كتبتها دي بقى ترجع تكتبها تاني.
مبسوط كده يا عم؟ غالبا كده المفروض ان انت تبقى مبسوط، لانك بعد كده ان شاء الله مش هتقعد بقى تحفظ في المقدمة ووجع الدماغ ده، وبقيت اعتقد انت فاهم الدنيا ماشية ازاي دلوقتي، وتقدر بعد كده ان شاء الله تتكلم في اي موضوع بدون خوف. لكن في شرط مهم جدا. لما نرجع للاستاذ احمد وسط الكلام كده قال لنا هقول لكم على تجربه عمليه قدامكم. كان معايا واحد زميل اسمه احمد رمضان في الفصل، قال له روح هات ازازتين، واحده فيها ميه وواحده ما فيهاش ميه. هم صاحبنا قعد يلف وما لقاش، يعني تقريبا الميه كانت قطعه ساعتها مش فاكر. المهم انا هجيب لكم ميه يعني، مش شرط تكون مليانه بس تنفع وخلاص. المهم قال لنا ان هنمثل الفاضيه دي كانها الورقه اللي انت بتكتب فيها، والمليانه هي مخك اللي انت هتفضي منه. طيب بقى لو الازازه اللي مليانه دي او فيها شويه ميه صغيرين، فحتى لو الازازه كانت فيها شويه صغيرين هتكفي معاك، ممكن تكب منها شويه وهتساعدك يعني تزق اجزاء لقدام. انما بقى لو الازازه دي كانت فاضيه، منطقي ان انت مش هينفع تملى منها لو هي كانت فاضيه اصلا. فانت عشان تفضي من دماغك لازم الاول تملاها، فهتحتاج تستقبل، تقرا، تسمع، المهم تملى الازازه اللي انت عايز تفضي منها بعد كده. انما لو الازازه فاضيه مش هتعرف تملى منها عشان هي اصلا محتاجه اللي يملاها. فهمت حاجه؟ وفي النهايه لو انت شايف ان انت استفدت ولو بنسبه 1% من الفيديو ده، يا عم بتحط رايك، يا عم اعمل سبسكرايب، اعمل فولو، اعمل اي حاجه، والله الزرار دي مش بفلوس يعني. طبعا لو انت استفدت منها ففي الغالب في ناس كتير برضو محتاجه ان هي تستفيد منها. ابعتها لصحابك، ابعتها لزمايلك، شيرها على السوشيال ميديا، على الفيس، على الواتساب، اعمل اللي انت عايزه بقى. وفي الختام ما تنساش تدعو لاخواتنا في ارض الزيتون، في ارض العزه، كان الله في عونهم وفي عوننا، في عون المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.